بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا لسه في سلسلة اسمها كيف أكون مكروها. الحقيقة بعد ما اتكلمنا انك تتكلم على نفسك كتير وازاي تكون أناني وطماع، النصيحة التالتة خليك ناقل كلام أو فاشي أسرار. احنا بنقعد في مجتمعات كتيرة قوي، والنميمة والكلام عن الناس للأسف بقى من مفردات الحياة الاجتماعية اللي موجودة عندنا. طيب أنا أكون عاقل، المفروض أهرب من النميمة، والمفروض كمان ما اسمعش أي خبر ما يخصنيش ويتعلق بسمعة إنسان. ده هي دي عفة الأذن المسيحية. لكن ما بيحصلش كده الحقيقة، بنقعد ونسمع، ومن كتر ما الخبر الناس ائتمنتنا عليه وقالت ده سر مش المفروض حد يعرفه، ساعتها ببتدي اتحارب ان انا عاوز احكي الكلام ده لاي حد، وقابل انسان واقول له كده ارجوك هأتمنك على سر، والسر اللي اقوله لك ده يستاهل بعد كده تحلي بقي، هقول لك خبر طازة انت عارف، وابتدي اقول خبر، والخبر يتنقل من مكان لمكان، وممكن يوصل لصاحب المشكلة ويعمل مشكلة اكبر وتبقى خراب بيوت. زي ما بيقول يشوع ابن سراخ في آية من الآيات: اللسان الثالث أقلق كثيرين وبدد أمة عن أمة. اللسان الثالث عن لسان النميمة وكلمتكم عنه قبل كده. ده ممكن يخرب بيوت ويوقع ويوقع شعوب بينهم وبين بعض. علشان كده لما كانوا بيبعتوا مرسال من دولة لدولة مع مترجم، كان لازم يبقى المرسال ده أمين جدا، لأن ممكن بكلمة غلط يقوم حرب بين بلدين. نرجع لينا احنا تاني. انتوا عارفين ان قوانين الكنيسة بتقول ان الكاهن لو ابشى سر الاعتراف ممكن جدا يتحاكم، وممكن جدا الاسقف يديله قانون. يعني ايه قانون؟ يعني يديله عقوبة ما. علشان كده اوعى تنقل الكلام، بعد كده الناس هتشوفك داخل عليها يغمزوا بعض، يقولوا فلان جاي غير الموضوع غير الموضوع، ده فلان ده ما بتتبلش في بقه فولة. كنت اعرف انسانة بسيطة قوي كانت عندها المشكلة دي، كل الكلام ممكن تنقله من غير ما تحسه ببساطة، بس مش بتعمل كده عن شر. فكانت لما تقعد في اي قعدة تقول يا جماعة اي اخبار عاوزين تحتفظوا بيها سر اوعوا تقولوها لي، انا غصب عني عاملة زي المصفى المخرومة اللي بتنزل كل جواها. وكانت الناس تضحك على بساطتها، بس هي كانت عارفة عيبها، فعشان كده بتطلب من الناس محدش يقول اي حاجة قدامها. لكن لو انت عاوز تبقى مكروه، ارجوك خليك ماشي في الطريق وافشي الاسرار واتكلم عن الناس على قد ما تقدر، وده ممكن يسبب لك مشاكل كتيرة انت على مستوى حياتك الشخصية. صباح الخير.